تخيل معايا كده لو عايز تعمل عفش شقتك لازم تروح للنجار وتختار أفضل سعر وأفضل نوع خشب وتستنى شهور لحد ما يخلص عفش شقتك. الطائر اللي معانا النهاردة ده عنده حرفة النجارة، بيقرر يحفر الشجرة اللي عاوزها ويقدر يشكل الخشب على مزاجه ويختار أفضل الأماكن لبناء عشه. أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي وهناخدكم في رحلة صغيرة عن نقار الخشب. يطلق على نقار الخشب اسم القراع، وهو ينتمي إلى عائلة الفأسيات. سبحان الله الخلاق على القوة اللي أعطاها للطائر ده، وخصوصا إن عنده جمجمة خارقة تتحمل الضرب في الخشب بمنقاره على جذوع الأشجار طوال عدة ساعات. تخيلوا إنه يقوم بمعدل 100 ضربة في الدقيقة الواحدة لفترة تتراوح بين 5 و6 ساعات دون أن يشكو من الصداع أبداً. يوجد أكثر من 180 نوع من نقار الخشب منتشر في العالم ما عدا استراليا وغينيا ومدغشقر، وبيعيش غالبا في الغابات ذات الأشجار القديمة أو الميتة، وهي البيئة الأنسب لنقار الخشب لأنها بيتوفر فيها غذاؤه. يتميز نقار الخشب بصفات عديدة تخليه مختلف ومميز عن باقي الطيور، منها منقاره القوي المتين اللي بيشبه تماما كأداة خرق الخشب، وكمان عضلات رقبة قوية شديدة لتأمين ضربات قوية للمنقار اللي بيشبه الأزميل. عنده لسان طويل رفيع على شكل سلك شائك مغطى بمادة لزجة بتساعده إنه يلتقط بيه الحشرات، وكمان أنسجة مضادة للصدمات بتكون عبارة عن الأنسجة الليفية الواصلة بين المنقار والجمجمة، والنسيج ده مش موجود عند بقية الطيور. بيتغذى نقار الخشب على الديدان والخنافس واليرقات المختفية في جذوع الأشجار، وبيستخرجها عن طريق إنه يقوم بحفر فتحات صغيرة في الأشجار ويستخدم لسانه الطويل اللزج لاختيار الحشرات من الداخل. نيجي بقى لأقوى جزء في نقار الخشب، وهو تصميم جمجمة نقار الخشب. بيتعرض نقار الخشب أثناء نقره للشجر إلى صدمة كبيرة، ومع ذلك مش بيحصل له أي إصابات، وده لأنه عنده آليتين لامتصاص هذه الصدمة. الأولى هي الأنسجة الليفية الواصلة بين الجمجمة والمنقار واللي بتخفف من حدة الصدمة، والتانية هي لسان الطائر. بيدور اللسان داخل الجمجمة ليتصل مع مقدمة الطائر. العملية الميكانيكية دي بتساهم في تخفيف الصدمة الناتجة عن كل نقرة. لما بيبدأ الطائر في النقر بينتظم الرأس والمنقار في خط مستقيم تماماً، فأي انحراف بسيط بيؤدي إلى تمزق في الدماغ. الطرقات المستمرة اللي بيعملها نقار الخشب تشبه ضرب الرأس في حائط إسمنتي. تتصل عظام الجمجمة عند معظم الطيور ببعضها، إلا إن منقار وجمجمة نقار الخشب منفصلان عن بعضهما بأنسجة إسفنجية تمتص الصدمات الناتجة عن عملية النقر. بتقوم الطيور دي بحفر أعشاشها في الأشجار بمهارة تضاهي مهارة أعظم فنان الحفر. بيقضي كتير من عمره في نقر جذوع الأشجار لعمل بيته، وبيقوم ببناء عشه بطريقة غريبة جدا. بيحفر ثقب في الشجرة ويحفر ممر طويل عمودي على مدخل الثقب داخل جذع الشجرة، وممكن يستمر في كده من 12 يوم حتى 17 يوم. بعد كده بتضع أنثى نقار الخشب بيضها، بتبيض من 4 ل7 بيضات، ومدة احتضان البيض بتكون حوالي أسبوعين. بيشارك ذكر نقار الخشب الأنثى في الاعتناء بالصغار وإطعامهم ورعايتهم حتى يكتمل نمو صغار نقار الخشب بعد حوالي 25 إلى 30 يوم. بتتراوح أعمار نقار الخشب ما بين 5 إلى 11 عام. فقدان الموطن الطبيعي بسبب تعدي الإنسان هو أكبر تهديد لنقار الخشب في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، تقضي المبيدات الحشرية اللي بتستخدمها الشركات الزراعية الكبرى للقضاء على الآفات آكلة المحاصيل على مصدر غذائي رئيسي لنقار الخشب. وفي البيئة الطبيعية بيتعرض نقار الخشب لخطر الحيوانات المفترسة زي الطيور اللي بتسرق وتاكل البيض. بس كده، دي كانت رحلتنا الصغيرة عن نقار الخشب واكتشاف القدرات الخارقة في تكوينه. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكوا كل جديد، وأي حد عنده أفكار أو مقترحات يسيبها لي في التعليقات. دمتم بخير.